كلنا بيجي علينا وقت عايزين ناكل حاجة حلوة وبنبقى مكسلين. طب ايه رأيك يا ستي ان انا هعمل معاكي حاجة حلوة ومورقة وهشة وخفيفة ومنفوخة من غير ما تتعبي نهائيا. هتعمليها في 5 دقايق. اظبطي ساعتك كده 5 دقايق بالظبط، هتكوني عملت الصينية الجميلة دي. انا عملتها على فكرة وانا شغالة في الفطار، عملت الصينية القمرية دي. دي صينية جلاش مورق. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا، وهيطلع معاكي مورق، وهيطلع معاكي خفيف، وهيطلع معاكي حاجة كده من الآخر، وكل اللي هياكله من ايدك هيقولك فعلا تسلمي ايدك. فاحنا دايما نقول ايه؟ اهم من الشغل تنظيم الشغل. يلا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونعمل أحلى حاجة مورقة وبسيطة جدا واقتصادية جدا جدا، مش مكلفة نهائيا، وديكم شايفين شكلها يفتح النفس. فاحنا دايما نقول أهم من الشغل تنظيم الشغل. يلا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونعمل أحلى حاجة حلوة بسيطة وسهلة واقتصادية في 5 دقايق. اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما أبدأ الفيديو أنا هفكركم إن أنا عاملة حاجة العيد كلها عندكم على القناة، والسنة دي عملت لكم شوية كحك بسكر بالزبدة النيوزيلندي اللي أنا عملتها معاكم، عشان في ناس كتير سألتني يا هالة الزبدة النيوزيلندي نعمل بها حشة العيد؟ يا ستي أدينا عملت معاكي حبة كحك بسكر عشان أثبت لكم إن الزبدة دي فوق الممتازة. ولو هتعملي بسمنة ما عندكيش الزبدة دي اعملي يا ستي، المقادير اللي أنا منزلاها مظبوطة 100%. فيلا بقى نبدأ الفيديو. انا طولت عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. دي علبة جلاش يا ستي، انا كنت مطلعاها وفكت مننا، سبتها لغاية ما فكت نهائيا، بطلعها من الفريزر واسيبها بتاع ساعة بره. بعد كده هنعمل ايه يا هلا؟ زي ما هي ما تجيش عندها، حشنا منها الورقة وهنقسمها نصين. انا بعناية كده بحدد كده المسافة، قسمتها نصين. عايزة تجيبي مسطرة وتقيسي المسافة بالظبط، هاتي يا ست واقسمي. بعد ما قسمتها نصين، كل نص هقسمه جزئين تاني. اظن يعني الخطوة دي سهلة جدا. طيب بعد كده يا هلا هنعمل ايه؟ تعالوا نشوفوا هنعمل ايه. بعد كده يا ست هناخد كده جزء منهم، يبقى احنا قسمنا لفة القلاش بتاعتنا على 4. بعد كده هفتحها كده الرول كده، هو بقيت رول معايا، واجي من بداية من بداية الرول كده واعمل على هيئة مثلث وبالسكينة واقطعي. شايفين اهي هو كل القصة دي كده. هاجي من بدايتها اخد الحافة بتاعتها واتنيها مثلث وبالسكينة يا ست واقطعي. لو جبت بنتك الصغيرة وريتيها كده هتعمل. يعني عايزة اقولك سهلة جدا جدا جدا. انا مش هفصل الكاميرا على فكرة عشان اوريكم من سهلة وبسيطة جدا فعلا. حاجة كده يعني حاجة كده بسيطة سهلة مش مكلفة، مش هتاخد معاكي وقت، حاجة هتعمليها كده وانت نفسك مفتوحة، لان هي مش هتاخد منك مجهود. المهم انا هقطع كل ال4 رولات كده مثلثات زي ما انتوا شفتوا. انا جبت الصينيه البايركس دي وجيت ارص فيها، لقيت لفه القلاش مدياني كميه كبيره جدا، فالصينيه مش هتكفي، فانا مش هينفع معايا الا صينيه المونيا كبيره احط فيها المثلثات دي، وانا هجيبها دلوقتي واوريها لكم. المهم جبت رولتين اهو وهقطعه معاكم. بناخد البدايه نتنيها كده على هيئه مثلث وبالسكينه يا ست اقطعي. اظن يعني سهله جدا جدا، ولا هتتهني ولا نطلع ورقة ولا أي حاجة خالص، هي اللفة زي ما هي كده. هي تديك الرول في الآخر مربع كده 2 نصين. ادي يا ست المثلثات. طب يلا نجيب صينيتنا ونرص حاجتنا. انا جبت الصينيه الالومنيا دي، هي بقى اللي هتاخد اللي هتاخد معانا اللفه كلها. فالمهم قبل ما انسى، لو ما حطيتش اللايك تحط لي اللايك عشان فيديوهاتي توصل لكل الناس. واديني بعمل معاكم الرولين الاخرانيين اهو. انا ما هم سهلين جدا، مش فاصله الكاميرا، انا شغاله معاكم على فكره.
من غير ما افصل الكاميرا بتاعتي. اديني يا ستي ايه، خلصت الكميه كلها ورصيتها في الصينيه. طب يا هلا، ده انت ما دهنتيش ولا حطيتي في الورق سمن. يا ست اصبري معايا وانت هتشوفوا كل حاجه ايه بعينيكي. طيب انا كده ايه، خلاص بقى انا كده ايه، الصينيه الحلوه القمريه دي خدت معايا اللفه كلها. تمام كده. طب هنعمل ايه؟ تعالوا نجيب حبه سمنه. انا بصراحه هحط سمنه بلدي. انت عايزه تحطي زيت بس يكون زيت ريحته حلوه حطي، عايزه تحطي زيت وسمنه حطي. عامله معايا الزبده نيوزيلندي اللي عملتها على القناه، حطي منها. المهم ده براحتك انت. المهم هياخدوا معايا حوالي 100 جرام سمنه، اللي هي عامله نص كوبايه المج بتاع الشاي، نصه كده هياخد معاكي سمنه. فانا ايه، وزعت السمنه كده زي ما انتوا شايفين، وهمسك الصينيه ادي ايه علية السمنه زي ما انتوا شايفين اهو. يعني ما بياخدش سمن كتير قوي، هي نص كوبايه عامله 100 جرام. بعد كده ايه، تحودي الصينيه يمين وشمال كده عشان ايه، السمنه تدخل ايه في الجلاش بتاعنا، وايه كله يتشرب من السمنه. طريقه التسويه هاله على نار هاديه. الجلاش ده طبقاته كتيره، لازم نار هاديه على 180. لو ما عندكيش المدرج بتاع الحراره، على اهدى نار عندك. شغلي الشوايه وشغلي من تحت، وحطي ايه الصينيه ايه في النص كده. لو لقيتي ايه الوش حمر، اطفي الشوايه واسيبيها لغايه ما تحمر من تحت. الشربات بتاعنا كوبايه سكر وكوبايه الا ربع ميه ونص ليمونه، ادي الشربات بتاعنا. وحطيها على النار حوالي ايه 3 دقايق 4 دقايق. ودينا طلعنا الجلاش بتاعنا مورق منفوخ، اديكم شايفين شكله يفتح النفس. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي؟ مش انا قلت لكم الصينيه دي مش هتاخد معاكي 5 دقايق؟ عن صدق يا جماعه انا عملتها ساعه الفطار وانا بجهز الفطار. وادي الشربات بتاعنا، وحاجه من الاتنين تكون سخنه. واسقي بقى ايه القلاش الجميل ده، اسقي الشربات كله. كوبايه السكر لو انت عايزه شربات ايه مش كتير. لو عايزه شربات كتير، بتحب شرباتها كتير، حط كوبايه ونص سكر، وحط كوبايه ايه بنفس كوبايه السكر، كوبايه ايه كوبايه ميه. ايه رايكم بقى؟ شايفين الجمال والحلاوة؟ تحفة يا جماعة، خفيف ومورق. وأحلى ما في القصة مش مكلف، هناكل حاجة حلوة مش مكلفة. هي علبة الجلاش حبيبتي، ومعاها ايه حبة الزيت أو حبة السمنة. ايه رأيكم بقى؟ وتميلي الصينية بتاعتك يمين وشمال كده عشان الجلاش الجميل ده الشربات يدخل كده ايه في قلبه. ما اقولكمش بقى حاجة من الآخر، تحفة تحفة تحفة. انا كان عندي شويه فول كده رشتهم، او ممكن شويه جوز هند. اللي عندك، ما عندكيش خالص ما تحطيش، ما فيش اي مشكله. طب عايزين نفتح واحده كده ونشوف اخبارها ايه. شايفين وانا بكسره هشه، حاجه خفيف جدا ومورق وطعمه تحفه. ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه. يلا باي.